السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وعدناكم من فترة اللي احنا هننزل كل اسبوع حاجات عن السكيورتي. بس طبعا بسبب ان كان الوقت ضيق وكان في امتحانات وكده. بعتذر طبعا جدا عن التأخير. طيب، درس النهاردة هنشرح فيه ازاي تسطب نظام الباك بوكس وهمي، وطبعا نفس الطريقة هتتبعها لو انت بتنزله كنظام اساسي. طيب، اول حاجة تعالوا نحمل الادوات اللي احنا محتاجينها. هنا ده الفيرتشوال بوكس، البرنامج اللي احنا هنحتاجه. بيعمل ايه الفيرتشوال بوكس ده؟ ده عباره لانه هو بينزل لي جهاز وهمي على الجهاز بتاعي، بحيث اتمكن ان انا اشغل نظام تشغيل تاني وهمي جوه النظام الاساسي بتاعي. طيب، يبقى هنخش هنا على الداونلودز وهننزل الويندوز. طبعا لو انت شغال ويندوز هتنزل الويندوز، لو لينكس يبقى لينكس. تمام. وبعد كده تعمل سيف فايل، انا اوريدي محمله عندي. بعد كده نخش على الموقع بتاع الباك بوكس. هتشوف على حسب البروسيسور بتاعك، انت اي ام دي ولا اي 3. هنقول له الدونيت، هنا مش هنتبرع بحاجه. اوكي. وبعد كده تحمله تورنت. لو عايز تحمل ايزو، في ايزو برضو. تمام، خلاص كنسل هو لان هو اوريدي عندي. نبدا بقى في التسطيب. نفتح الفيرتشوال ماشين ده اللي احنا حملناه دلوقتي. هقول له نيو علشان اكريت فيرتشوال ماشين جديده، يعني اكريت جهاز جديد. طيب، الجهاز ده هنديله نيم باك بوكس. ممكن تديله اي نيم من عندك عادي. التايب احنا هنشتغل لينكس. الفيرجن ابونتو 32. يعني ايه ابونتو 32؟ ليه اخترت ابونتو 32 ما اخترتش مثلا اي حاجه من الحاجات دي؟ لان لو دورت تقريبا مش هتلاقي هنا باك بوكس. فاللي اقرب ليها اللي هي الابونتو 32، لان الباك بوكس مبنيه اساسا على الابونتو 32. معنى انها مبنيه على الابونتو 32، الابونتو 32 دي توزيعة لينكس. تمام. فهم خدوها وطوروا فيها وضافوا لها ادوات السكيورتي بتاعتها. طيب، هندوس له نيكست. كان نوت بيقول لي ان الاسم موجود لان احنا كنا كريتناه قبل كده. طيب، هقول له باك بوكس 2، مش مشكله. بيقول لي اختار الرام. انا برجح جيجا. لو انت امكانيات جهازك تدي اعلى اديله اعلى، مفيش اي مشاكل. فبحد ادنى يعني المينيمم بتاعنا يكون جيجا كويس عشان يدينا برفورمانس معقول. هقول له نيكست. كرييت فيرتشوال ديسك، اللي انا ابدا اللي انا اختار الهارد درايف، لان احنا بنتكلم هنا احنا بنصنع جهاز وهمي كامل. تمام. فبنديله امكانيات بقى، فهو بياخد من امكانيات الجهاز الاصلي يعني. كرييت. ده هنختار نوع الهارد ديسك. دايناميك. ماشي. هنا هندي الهارد ديسك اللي هي المساحه التخزينيه، احنا عايزين ناخد من الهارد ديسك كام؟ احنا هنقول له 10 جيجا مثلا، كويس. تمام. هنقول له ستارت. ابدا بقى الماشين بتاعتنا. هنا هنختار بقى الباك بوكس اللي احنا حملناها. قول له اوبن. بعد كده ستارت. نبدا بقى في التسطيب. طيب. آه ماشي. عايزين نجيبها فول سكرين. 11. طيب، هقول له تراي بوكس without installing اللي هي اول واحده. هو كده بيحمل دلوقتي. تمام. هنقول له انستول باك بوكس اللي احنا خلاص سطب لي النظام. هنختار من هنا اللغه. كونتينيو. بيشوف الحاجات متوافقه، اقول له تمام. لو النت عندك كويس دوس داونلود ابديتس، بس لان انا اساسا ارجح يعني انك تشغل ابديتس. تمام. بس انا اوريدي لان عندي اساسا الباك بوكس نظام اساسي، فمش هختار دي. فاقول له كونتينيو.
بيقول لك ان هو لو انت شغال بقى نظام اساسي، تاخد عايز يعني تشغل الباك بوكس كنظام اساسي مش وهمي، تاخد بالك كويس جدا في المرحله دي، لان انت اقل غلطه فيها ممكن مثلا باي ميستيك تمسح بارتيشن مهمه عندك، وبتحصل كتير جدا. فناخد بالنا كويس جدا احنا بننزل نظام التشغيل فين. فاقول له انستول ناو. يقول لك البلد بتاعتك، تختار كايرو اهي، كونتينيو. بيقول لك هتختار الكيبورد ايه، آه، عربي مثلا اهي. هنا هتدخل يوزر نيم بتاعك روت مثلا، والباسورد هنعمله وليكن روت. نعمل كونتينيو. طبعا بتختار اي باسورد از يو لايك يعني براحتك يعني، واليوزر نيم بتغيره برضو، ممكن تعمله باسمك، مفيش اي مشاكل. طيب هو زي يوزر نيم انت، هو بيقول لك طيب اليوزر نيم اللي انت دخلته ده ما ينفعش لان هو اسم محجوز عشان تاخد صلاحية روت، فدخل اي اسم وليكن مثلا نيو كايرو. اه هنا بيقول لك برضو لازم يكون كله سمول. طيب يا سيدي نيو كايرو. وبكده الباك بوكس بيحمل. هنوقف شوية وبعد كده نرجع تاني لحد ما يكون التسطيب خلص. رجعنا لكم تاني. هو التسطيب اهو دلوقتي تقريبا في الاخر، خلاص هيوصل اهو. لحد كده ما يكون خلص تعالوا نتكلم شوية يعني ليه ايه اللي بيميز مثلا توزيعة الباك بوكس عن باقي التوزيعات، او ليه الهاكرز او بتوع السكيورتي عموما بيختاروا توزيعة الباك بوكس. هو عامة مفيش توزيع معينة انت مشترك ان يشترط انك تقيد بيها. انت ممكن تستخدم يعني في ناس بتفضل الكاوي مثلا، اللي في توزيعات زي البارت مثلا، في توزيعات كتير يعني تمام. فهي الباك بوكس هي احد توزيعات السكيورتي. انا شايف من وجهة نظري الشخصية انا يعني التوزيع دي هايلة جدا في تجميع الادوات زي ما هنفتح ونشوف دلوقتي. هي خلاص قربت تخلص اهي. هو كده خلاص خلص. بيقول ان الانستوليشن كومبليت. هقول له ستارت ناو. كده نظام التشغيل اللي بيحمل، هو خلاص كده اتسطب.
طبعا هو بطيء بعض الشيء لان احنا ادانا له 1 جيجا رام، هي تعتبر قليله آه، نسبيا يعني، بس هي تأدي الغرض عموما، لان احنا اساسا في اللابات قدام شويه هنعمل اكتر من جهاز بحيث ان احنا نعمل تيست وبقى قدامنا اللاب بتاعنا. يعني مثلا الجهاز ده شغال باك بوكس الوهمي، هيبقى مثلا 2 كمان جنبه شغالين ويندوز، نبدأ نختبر الاختراق من ده، ناخد مثلا باتش نحطه من هنا لهنا كده يعني. هوقف بس عشان وقت الفيديو ما يطولش وارجع لكم تاني بعد ما اعمل ستارت. هي تقريبا بدأت تفتح معانا اهي. روت، احنا كنا دخلنا الباسورد ايه؟ كنا عملناها روت تقريبا. أنا نسيت. اه روت صح. اوعوا تنسوا الباسورد وانتوا بتسطبوا لانها بتحصل كتير جدا يعني. طيب هو هنا طبعا بيقول لي ان اللانجوج سبورت incomplete، ده بسبب اللي انا اثناء التسطيب طبعا عشان يبقى اسرع آه، لغيت يعني تسطيب اللغة. ما علينا من دي السوفت وير ابديت. لو انت بقى ما كنت مثلا ما عملتش ابديت اثناء التسطيب الاولاني ممكن تنزله دلوقتي براحتك يعني، بس طبعا يفضل ان السيستم يكون اب تو ديت. طيب تعالوا كده نتعرف سريعا على النظام والادوات اللي فيه وايه اللي بيميزه ونستكشفه كده يعني. لو جينا مثلا هنا الاوديتنج دي هنلاقي فيها information gathering، دي اللي هي مثلا حاجه مسؤوله عن جمع المعلومات، يعني التارجت بتاعي اللي هو الهدف اللي انا عاوز اخترقه، ازاي اعرف اجمع عنه اكبر قدر من المعلومات. vulnerability، دي اللي هي بتكتشف نقط الضعف اللي هي الموجوده في السيستم. exploitation، دي اللي هي بتخليني استغل الثغرات اللي هي اللي انا تمكنت من العثور عليها. privilege escalation، دي اللي هي بتخليني اعلي الصلاحيات بتاعتي. يعني اعلي صلاحيتي ازاي؟ بمعنى انا مثلا وصلت عند نقطه معينه والنقطه دي انا صلاحياتي محدوده، يعني ما اقدرش مثلا ان انا امسح ملف او ان انا يبقى ليا سيطره كامله على السيستم، فبضطر استخدم مثلا الادوات اللي زي دي بحيث ان انا من ثغره اقفز لثغره تانية تقوم جايه معليه الصلاحيات بتاعتي. ده معنى مصطلح privilege escalation. اوكي كده. في عندي اوتوماتيف اناليسيس، دي اللي هي مسؤوله عن اختبار الاختراق بتاعه المركبات والعربيات والكلام ده، يعني ادوات هائله جدا. عندي الفورنسيك اناليسيس، دي اللي هي المسؤوله عن التحليل الجنائي الرقمي، يعني مثلا بيبقى في جريمه قتل وانت لقيت مثلا الشخص المقتول ده كان متصور بالموبايل بتاعه، عايز مثلا من خلال الصوره تعرف تحلل الداتا اللي على الصوره دي وتعرف كان اخر مكان الشخص اللي اتقتل ده كان موجود فيه فين وكده يعني. ده عامة مجال لوحده اساسا من مجالات السكيورتي. تمام. عندي وايرلس اناليسيس، دي مسؤولة عن اختراقات الواي فاي والحاجات دي. يعني بصراحة انا شايف الادوات فيها اكتر من هايلة. طبعا احنا هناخد كل جزء من ده، يعني هنمر عليه سريعا كده بحيث ان انت يبقى عندك خلفية عامة عن كل حاجة. اما بالنسبه للدرس الجاي ان شاء الله اللي هنعمله عباره عن اللي احنا هقولك ازاي لما يكون في مثلا موبايل اندرويد تقدر انك تخترقه ويكون ليك عليه السيطره كامله، بحيث بقى تعرف تفتح الكاميرا، تفتح المايك، حاجات من دي يعني. انا هستنى الاسئله بتاعتكم، هسيب لكم لينك حسابي الشخصي وازاي تتواصلوا معايا اللي عنده اي استفسار. اشوفكم ان شاء الله الدرس القادم ومع السلامه.